انت فاكرني احط بنزين كده عادي؟ لا، ده انا لازم احط اضافه تزود لي كده قد 20 30 خصوصا. طبعا بهزر معاك، مفيش اضافه بتزود احصنه اصلا. تعال افهمك الموضوع، ركز معايا عشان هسألك في الاخر. دي اضافه بنزين، مش ايثانول بيعلي اوكتان ولا تيوننج بيعلي هورس باور. اضافه البنزين وظيفتها الرئيسيه ان هي بتنظف الترسبات الكربونيه اللي بتبقى موجوده على الرشاشات وعلى الصبابات وفي دوره البنزين بشكل عام. بتنظف في التفتيت مش بالتقشير، عشان خاطر لو قشرت الكربون بيترسب، بتسد المجر وفتحات دوره البنزين، وده بيعمل بقى شويه حاجات صغيره كده بس مؤثره قوي. ضخ بنزين بدون توازن واحتراق غير كامل، فالكنترول بيضطر يضخ اكتر لان القراءات مش مظبوطه، السحب بيضعف والاستهلاك يعلى. طب ليه ده مش اي منتج تاني؟ لان في مواد بيخليه يتحمل درجات الحراره عاليه فما يفقدش خواصه قبل ما يقوم بمهمته. فكل اللي بيعمله ايه؟ بيحسن اداء الحرق ويرجع الطاقه اللي كانت مفقوده. كل ده بقى هيبان معاك في نعومه السحب واستجابه الدواسه. وعشان كل حاجه ليها عيوب، ده كمان ليه عيب. لو انت ما بتستخدموش بانتظام كل 20,000 كيلو، يبقى هتضطر تستخدمه قبل ميعاد الصيانه اللي فيها تغيير فلتر البنزين. فلو العربيه ماشيه كتير واول مره تستخدمه، هتحط الازازه دي 300 مللي على 20 لتر بنزين، تمشي بيها مشوار طويل وتروح تعمل الصيانه اللي بتغير فيها فلتر البنزين. طب لو انت بتستخدمه باستمرار، هتحط نفس الازازه 300 مللي على 50 لتر عادي. ساعتها يبقى تغيير فلتر البنزين في ميعاده عادي. كل عربيه بتختلف في وقتها، ما بيستخدمش تفويله والكلام الفاضي ده، وما تخليش حد يضحك عليه. كل 20,000 كيلو. قول لي بقى، سمعت عنه قبل كده؟